السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ بقى بصوا، النهاردة هنعمل احلى صينية فراخ بالبصل. حطيت السكر الاول عشان اكرمله، وبعد كده حطيت عليه البصل وقطعته زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقطع الفلفل. بجد تحفة، بجد طلع منظرها وطعمها خطير في الاخر. خليكم معايا وكملوا معايا الفيديو خطوة بخطوة وهتشوفوا ان هي بجد تحفة. واقطع الفلفل، بعد كده احطه على البصل واقلبهم مع بعض. بجد ما اخدتش مني وقت خالص وكانت سهلة، يعني بجد ما اخدتش اي حاجة خالص. وعملت جنبيها رز وملوخية ولسان عصفور. تابعوا معايا الفيديو وهتشوفوا كل حاجة خطوة بخطوة. وحطيت دلوقتي البهارات، ودلوقتي بحط جوز الطيب، وحطيت ملح وفلفل اسمر، وملقتش عندي متوفر دبس رمان بصراحة، فقلت احط عسل اسود. هو بالظبط وبيغني عنه طبعا. بيدي للفراخ والبصل بجد طعمه تحفة قوي. يعني بقينا ناخد من البصل كده بنحطه على الرز الابيض، بجد تحفة تحفة بجد يعني. نقلبهم اهو مع بعض. عاوزاكم تتابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا النتيجة في الاخر، كانت خطيرة بجد خطيرة. دلوقتي حطيت البصل على الفراخ ونقلتهم في صينية عشان هدخلهم الفرن. اهم حاجة البصل يكون مندمج مع الفراخ، يكون حلو جدا. دلوقتي بعمل الملوخية. حطيت الملوخية، ودلوقتي مع بعض هنعمل كمان الطشة بتاعة الملوخية. بجد الاكل كان منظره تحفة. دلوقتي بقى هنعمل طشة الملوخية. حطيت شوية توم نقلبهم، وحطيت الكزبرة لما التوم اداني بس سنة غمقان كده بسيطة، وحطيتها وعملت الطشة. بجد بجد تحفة، وفي الاكل بجد كان بيرفكت طبعا. دلوقتي بنعمل لسان عصفور. حمره، ما اخدش مني وقت خالص. هو دوب اول ما بيغلي بطفي عليه وبسيبه لحد ما بعمل الرز. احنا طبعا الملوخية خلاص خلصت معانا. حطيت دلوقتي المرقة وبس كده. دلوقتي عملت الرز وحطيت عليه المية وهغطيه لحد ما يستوي. ودلوقتي الاكل خلص، وبجد الاكل كان شكله تحفة وطعمه خطير. بجد كان نفسي بجد كل حد عندي على القناة بيعمل لي سبسكرايب ويعمل لي كومنت حلو بيفرحني بيه. هدوقه منه طبعا. بجد الفراخ شكلها تحفة، ما بالكم في شكلها كده، ما بالكم كان طعمها ايه. كان طعمها والله العظيم زي السكر، بجد كان سكر. والملوخية كانت مظبوطة وكل حاجة في الاكل كانت بجد بيرفكت. وعاوزاكم بقى تعملوا لي كومنت حلو ولايك واشتركوا في القناة، واكتبوا لي بقى كومنتات كتير حلوة قوي تفرحني عشان ارجع اصور لكم تاني. ومتنسوش بقى. باي باي.